طرية كده ومرعرعة وخضرة كده وكلها قيمة غذائية. الفاصوليا الخضراء كلها كده فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم، خصوصا للنساء والمرأة الحامل بالأخص، لأنها بتزود نسبة الخصوبة، وحلوة جدا لمشاكل العظام، وحلوة جدا للأنيميا لأنها غنية بالحديد، وحلوة جدا لسلامة القلب، وجميلة جدا لتقوية جهاز المناعة، وبتحارب أمراض السرطان لأنها بتحتوي على مواد مضادة للأكسدة، وتنفع للدايت كوجبة مشبعة. خضار بالمعلقة لأنها حلوة جدا وغنية بمضادات الأكسدة، بتساعد كده في عمليات الدايت أو في عمليات فقدان الوزن. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. هنعمل بقى كده الوصفة بتاعتنا الفاصوليا الخضراء. حطيت كده معلقة من السمنة على معلقتين من الزيت على قطع من الدهن اللي موجود باللحمة، ونزلت كده ببصلاية مقطعة. وبعدين بقى كده نزلت عليهم برشة ملح. بعد كده نزلت باللحمة بتاعتنا، تاخد بقى كده اللون بتاع البصل الحلو الجميل زي ما انتوا شايفين كده. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وبعدين هننزل بقى كده برشة فلفل، تخلي بقى كده الريحة بتاعتها تفحفح كده وتطلع، وتملى بقى كده جو البيت والشقة والمطبخ. بيبقى كده البيت فيه خير، وتحسي كده ان البيت مليان خير لما تقفي كده وتقلي كده البصل على البوتاجاز وتعملي تسبيكة، وتعملي بقى شوية رز بيض او بشعرية، بيبقى كده البيت كله بركة وخير. هنا بقى نزلت بعصير الطماطم وبعدين معلقة من الصلصة، وهسيبها بقى كده لما تتسبك. بعد كده جبت فصين من التوم او 3 ورشة من الملح. وطبعا ما تكتريش التوم، احنا عايزين بس مجرد ريحة يدي كده للطبيخ بتاعنا نكهة كده جميلة، وريحته كده تبقى مفحفحة وقلب الدنيا. يا دوبك كده فصين 3 من التوم بمقام معلقة كده صغيرة، وغطيت بقى عليها كده وسبتها تتسبك. ونشوفوا بقى هنعمله على بقى ما تتسبك اهيت كده. دخلت بقى في عملية السوى، اللحمة كده بقت نص سوا. زودتها برضو شوية من المية علشان برضو ما تبقاش كده جامدة في الاكل وكده. تاخد بقى كده السوى بتاعها كده الجميل. على ما المية تغلي اكون بقى كده محضرة الفاصوليا بتاعتنا. وطبعا لما انا زودت المية عليت بقى النار عشان اللحمة تغلي كده بسرعة، او الدمعة كده تغلي بسرعة. معانا بقى الفاصوليا بتاعتنا الفريش القمر، وبجيبها كده مرتين في السنة، مرة في شهر 5 أو 4، ومرة في شهر 9 أو 10، حسب كده ما تكون طرية كده وخضرة ومرعرعة. وطبعا احنا من عشاق الفاصوليا الخضرة أو الخضار بمعنى أصح، لأنه كده بيفيد الجسم وكله قيمة غذائية، وكمان بيبقى وجبة كده مشبعة مع الرز بصراحة. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى كده كانت الدمعة بتاعتنا غلت او اللحمة غلت كده. نزلت كده بالفاصوليا بتاعتنا، وشايفين كده جمالها وحلاوتها ولونها بقى كده الاخضر الجميل. وبقول لكم كده الحبة الصغيرين دولت هنزلهم بايدي، لان كنت بصور بايد يعني وبقلب بالايد التانية او بنزل بالايد التانية، لان العسل كله بيبقى في الشوية الصغيرين دول. هنا بقى نعمل الرز بشعرية، وحطيت كده قطعة من السمنة البلدي او الزبدة لو عندك. ما عندكيش يبقى سمنة نباتي عادي مفيش مشكلة، مع شوية من الزيت. ونزلت كده بالشعرية. وهنا بقى الخضار بتاعنا بيغلي. هنا كده كانت الشعرية خدت اللون الذهبي القمر اللي انتوا شايفينه. طبعا بقى غسلة الرز ومحضراه، نزلت كده بالرز على الشعرية ورشة من الملح. ما بحطش للرز بشعرية اي توابل غير الملح، علشان كده يبقى لونه كده مزهزه كده وجميل.
صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واذكروا الله يا حبايبي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والخضار بتاعنا بياخد ويدي كده مع بعضه، وسايباه كده على يعني مهدياله النار علشان يبقى ايه، سواه كده حلو، وما يبقاش فيه حتة نية وحتة مستوية. نغطي بقى كده عليه حلتنا او نكمر كده حلتنا، ونسيبه بقى كده براحته. على ما الرز يغلي بقى كده نهدي برضو عليه النار، ونحضر بقى اكلنا مع بعض. هنا برضو كل ما اقلب تقليبه اوريكم ان انا ايه بقلب في الخضار. هنا لحلحت كده الحلة بشوية المية اللي كانوا فاضلين معايا السخنين، علشان كده تبقى الدمعة كده ملحلحة وحلوة، ويبقى كده الطبيخ حلو، ما يبقاش كده كله يعني عامل في بعضه كده ويبقى ما فيهوش دمعة. لا، الرز بيحب الدمع، ما يبقاش كده الخضار ناشف معاكي في الطبق، لا، يبقى معاكي كده شوية دمعة في الطبق، بيدوا كده لطبق الطبيخ كده شكل حلو كده وجميل. هنا بقى كنت وطيت على الرز بتاعنا، وهنا وبقلب برضو في الطبيخ بتاعنا. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ وعلى بقى شطبت كده الرخامات بتاعتي، ومسحت بقى حواليا والبوتاجاز والدنيا كلها اتظبطت. ابتديت بقى احضر الاكل بتاعنا. وفي اليوم ده كنت صايمة برضو. انا بحب اصوم برضو ايام كتير من شهر ذي القعدة، علشان برضو يا عالم بينا والله انا بحب دايما الصيام، وبحافظ برضو دايما على صلاة القيام يا حبايب قلبي. وربنا كده يقوينا كده ويتقبل مننا الأجر إن شاء الله. ويا رب كده يبلغنا احنا وانتو العشر الأوائل من ذي الحجة، واحنا وانتو في أتم صحة وأحسن الأحوال، وولادنا يا رب كده يكونوا متهنيين ومجبورين خواطرهم يا رب العالمين، احنا وانتو اللي زينا جميعا وأمة محمد أجمعين. هنا بقى بنغرف الطبيخ بتاعنا وشايفين جماله وحلاوته، واللحمة كده واخدة اللون الأحمر بتاع الصلصة، وشاربة كده من الدمعة كده وحلوة. بحب كده دايما أحط اللحمة في تقلية البصل عشان يبقى لونها كده أحمر، وشارب كده من الدمعة بتاعت الصلصة، وبتبقى بصراحة طعمها روعة وتحفة، بعكس ما تكون مسلوقة وتاخديها كده على الخضار على طول. هنا بقى هنحط بقى الرز برضو بتاعنا، وخلاص كده غرفنا اكلنا وشايفين جماله وحلاوته. طبق فاصوليا خضراء بسم الله ما شاء الله، وجبة كده غنية ومشبعة، ومع طبق الرز بقى بتاعنا حاجة كده بسم الله ما شاء الله، وحاجة كده كلها قيمة غذائية، وطبعا مفيدة جدا عشان كلها حديد لعلاج الأنيميا زي ما قلتلكوا، وسلامة القلب، وجميلة جدا لإيه، لقلنا الأمراض العظام والركب، يعني عشان غنية بقى بالكالسيوم وكده، وحلوة جدا لتقوية جهاز المناعة. وده كان الفيديو بتاعنا، لو عجبكم دعوة كده حلوة من قلبكم. أشوفكم على خير، مع السلامة، باي.